الله على جمال القرنبيط وطعامة القرنبيط. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هعمل معاكم القرنبيط بطريقه حلوه قوي. هيبقى مقرمش جدا من بره وطري جدا من جوه. لو عندكم اطفال ما بتحبش القرنبيط قولوا لهم النهارده هناكل بروستد، وبعد ما ياكلوا قولوا لهم ان ده قرنبيط، هيعجبهم جدا. وكمان هنعمل شرايح البطاطس بخلطه القرنبيط. اول حاجه، انا هنا جبت القرنبيطيه بتاعتي قطعتها زي ما انتم شايفين. وتقطعي ثمرات القرنبيط عندك تكون صغيره. لو في واحده قطعتيها كبيره زي كده تقسميها بالسكينه بس كده. وبعدين بقى نغسل القرنبيط كويس جدا. لو في حاجات في القرنبيط زي كده مش عايزه تطلع، بفرشه الخضار هتطلع. اغسليه كويس جدا وصفيه كذا مره لحد ما يبقى عندك نظيف تماما. هنا بقى جبت بطاطايه هقطعها شرايح، بس شرايح تخينه شويه، وهسلقها في ملح بكمون. وبعد كده هحطها في خلطه القرنبيط. البطاطس بخلطة القرنبيط بتبقى جميلة جدا. دلوقتي بقى جبت حلة على النار، حطيت فيها نص معلقة من الملح، ربع معلقة من الكمون، ربع معلقة من السكر. هنزل بالقرنبيط بتاعي. هياخد بالظبط من 10 ل 12 دقيقة وهيكون استوى. بعد ما يستوي هطلعه بقى، بس مش هطلعه في مية عادية، لازم تكون مية ساقعة جدا جدا عشان توقف السوى بتاعه. زي ما انتم شايفين. بما ان احنا في الشتاء فمش هتحتاجي تحطي في المية تلج، لان المية نازلة من الحنفية اصلا متلجة. تمام كده. لازم السوا بتاعه يقف عشان ما يتهريش منك، عشان لما تحطيه في الخلطة وبعد كده تنزلي بيه في الزيت ما يبقاش مهري منك. دلوقتي بقى هنجهز الخلطة. هنعمل خلطة سائلة وخلطة ناشفة. نبدأ بالخلطة السائلة بتاعتنا. اول حاجة نص كوباية من المية. هنزل بقى ببصلاية صغيرة، وكمان قرن فلفل اخضر بارد، وكمان طماطمايه. هنزل عليهم بفصين من التوم كاملين او مهروسين مفيش مشكلة. ننزل بقى بالبهارات بتاعتنا، بس الاول هننزل بالبيضتين، بيضتين كاملين. البهارات بقى عبارة عن ايه؟ اول حاجة عندي نص معلقة صغيرة من الملح، ربع معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، وكمان نص معلقة صغيرة من الكمون، ونص معلقة صغيرة من الكزبرة. عايزة اقول لكم ان قرنبيط يعني كمون. الكمون فيه بيبقى حلو جدا. الخلطة دي كمان بتبقى حلوة جدا. يا ريت نضربها في الخلاط ما تبقاش في الكبة. وبعدين بقى هنزل بنص معلقة صغيرة من البابريكا. واخيرا ربع معلقة صغيرة مليانة من السبع بهارات. وهضرب الخليط ده كويس جدا جدا. وهكون مجهزة عندي بولة. هنزل بقى بالخليط ده عليه بقى ايه؟ عليه كوباية من الدقيق ونص كوباية من النشا. زي ما انتم شايفين بنزل بالدقيق تدريجي واحدة واحدة عشان الخليط عندك هنا ما يكلكعش. انا عايزة هنا الخليط بعد ما انزل بالدقيق والنشا بتاعي، عايزاه يكون عامل زي خليط الكيكة كده، مش تقيل ومش خفيف. عشان لما نحط القرنبيط بتاعي في الخلطة السائلة دي، الخلطة ما تنزلش من عليه، انا عايزة الخلطة تبقى ماسكة فيه كده. وهقلب كويس جدا، ونزلت بقى بربع كوباية صغيرة من اللبن. لو ما عندكوش لبن عادي ممكن تحطوا مية، مفيش اي مشكلة. تمام. هنا عايزة السمك بتاعه يكون عامل زي خليط الكيك بالظبط، مش تقيل ومش خفيف. دلوقتي بقى هحط حاجة اختيارية جدا، اقل من ربع صغيرة من القرفة. عايزة اقول لكم بتنكه الطعم بيبقى حلو قوي، بس لو مش عايزين مفيش اي مشكلة. الخضرة بتاعتي بقى انا هنا حاطة بقدونس وكزبرة. تقدروا تستخدموا بقدونس وكزبرة وشبت، تقدروا تستخدموا بقدونس بس، يعني الخضرة اللي انتوا بتفضلوها. بس كده. وهنقلب كويس جدا وهنشوف بقى البهارات بتاعتي لو محتاج ملح او كمون. حطيت هنا نص معلقه صغيره من الملح ونص معلقه صغيره من الكمون، وبقى جاهز جدا الخليط السائل ده. الملح طبعا ده يعني انتوا بتظبطوا الملح على اساس التذوق بتاعكم مش اكتر. كده خلاص. بصوا الخليط بقى عندي جاهز جدا، ده كده الخليط السائل. ندخل بقى في الخليط اللي بيكون من غير ميه. معايا بقى كوبايه الا ربع من الدقيق، هحط عليهم ربع كوبايه من النشا، ومعلقه صغيره من البيكنج باودر. دي مهمه جدا لانها هتخلي الخليط معاكي يخلي القرنبيط كده ينفش ويبقى حلو قوي، ما يبقاش مكتوم خالص. وربع معلقه صغيره من الملح. هحضر بقى طاسه فيها زيت غزير، وهنزل بقى بالقرنبيط بتاعي في السائل الاول، وبعد كده في الخلطه الجافه على الزيت على طول. عايزه اقول لكم الطبقه دي هتبقى تحفه جدا. هتبقى عامله زي عارفين البروستد كده بالظبط، هتبقى نافشه جدا. مش بقلب القرنبيط بتاعي غير بعد 5 دقايق عشان الطبقة ما تنزلش كلها في الزيت. عايزة اقول لكم بقى ملحوظة في الخليط السائل، لو حابين تحطوا مكعب ماجي بالفراخ او بالخضار دي حاجة ترجع لكم. هنا بقى
دي البطاطس والقرنبيط اللي عملتهم بالخليط السائل بس المتعارف عليه من غير الخليط الجاف. هنا الخليط السائل بس بتبقى الطبقة من بره طرية، ولما بيقعد بتكون الطبقة طرية وما بيكونش مقرمش خالص. انا بالنسبة لي بفضل طبعا ان انا اعمل خليط سائل وخليط جاف، لانها بتبقى مقرمشة جدا. شايفين الشكل اصلا لوحده بجد حكاية. هتجربوا ان شاء الله الطريقة وهتعتمدوها على طول. خلاص كده القرنبيط بتاعي بقى جاهز. عايزه اقول لكم شكله بجد يفتح النفس، طعمه حلو جدا. هتعتمدوا الطريقه دي باذن الله على طول. وادي البطاطس اللي قليناها جنب القرنبيط، طبعا واضح القرمشه في انهي طريقه اكتر. يعني بصوا هنا مقرمش جدا، شايفين دي اللي مقرمشه ودي لا، فواضح جدا اللي مقرمش. وحطينا جنبه بقى شويه جرجير. عملنا بقى شويه سلطه خضراء كده بالبصل والطماطم، طعمها خطير. شويه بتنجان مخلل، قرنبيط يعني بتنجان مخلل، تمسكوا الساندوتش كده تحطوا فيه القرنبيط والبتنجان المخلل وتاكلوا بألف هنا وشفا. وطبعا مسقعه يعني عيش طازه. وزي ما عودتكم في اخر كل فيديو لازم ادوق معاكم واقول لكم رايي من قلب الحدث. ولا حاجة بتبقى سخنة جدا، مش قادرة اقول لكم الطعم بجد بجد حكاية. يا رب الفيديو بتاع النهاردة يكون عجبكم، يا رب اكون قدرت اوصل لكم معلومة مفيدة بطريقة سهلة. استنوا مني بقى فيديوهات تانية كتير. باي باي.